مساء الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة علينا بالبركة والخير والفرح والسلام يا رب. معانا حاجة حلوة النهاردة، هنعمل بسبوسة. الناس اللي بيشتكوا من البسبوسة بتنشف مني، بتتكسر، بتنشف، ما بتبقاش مرملة، ما بتبقاش حلوة طرية. هنستعمل البسبوسة بتاعتنا بتاعت زمان الحلوة المركيز اهي. وعايزين كوباية زبادي، بسبوسة يعني زبادي، بسبوسة يعني سمنة بلدي، وبيكنج باودر، وطبعا فانيليا للشربات بتاعها، سيرم، وسكر. وهنشوف نعمل ايه. سيحنا 3 معالق سمنة بلدي هنحطهم عليها. هنجيب البولة بتاعتنا ونحط كيس البسبوسة اهو، بجد حلو جدا ولا احلى. بس ونفضي عليها الزبادي، سهلة جدا، ما فيهاش اي تعب ولا اي حاجة اهو. وهنحط السمنة اهو، معلقتين سمنة او 3، وندهن كمان الصينية. وهنحط كيس البيكنج باودر. سهلة جدا وبسيطة وجميلة، وبتتعمل في دقايق، مكمليش دقايق اهو. هنعجن السمنة والزبادي والبيكنج باودر ونخلط فيها كده. معانا مقدار كوباية الزبادي بنفس الكوباية، نحط ايه فيها مية، يمكن ناخد نص كوباية او كوباية حسب العجن واحنا بنعجن اهو يا حبايبي. كوباية الزبادي بنفس المقدار، منكبهاش كلها، شوية بشوية. ونعجن البسبوسة بتاعتنا الجميلة. البسبوسة يعني سمنة بلدي، او لو عندك زبدة او فرن او اي زبدة حلوة، وزبادي، والبيكنج باودر، وكيس البسبوسة. لو هتجيبيها انت السميد هتحطي جوز هند، وهتحطي الحاجات دي اللي حطيناها، وهتحطي ممكن ربع معلقة سكر او ما تحبي. لازم ربع كوباية سكر يا ربي، وغير المعقود، عشان دي حاطين فيها جوز هند وحاطين نسبة سكر فيها بس. ونعجن اهي، شايفين حلو، بس هي عشان تبقى قطرة شوية، شايفين اهي. عايزة باقي كوباية المية بتاعت الزبادي، يبقى المقدار كوباية الزبادي بنحط كوباية المية اهو. وبعجنها قدامكم اهو زي العسل، شايفين اهي. وربناها وحلوة خالص، بترب معاها اهي، جميلة. ودهنا الصينية بتاعتنا السمنة اهي، ونضرب فيها شوية جامد كده لغاية ما نخلصها. نبدأ نحطها في الصينية اهو يا حبايبي. ضربتها شوية كتير انا جامد لغاية ما بقيت خفيفة وجميلة، شايفين اهي. هنبدأ نحطها في الصينية بتاعتنا، شايفين يا حبايبي نازلة ازاي، بس عشان بصور بايدي اهو. اهي يا حبايبي، وهزيناها جامد كده اهو لغاية ما ايه اتظبطت كلها مع بعض اهي، جميلة. هنحطها في الفرن بقى وربع ساعة ونشوفها. يلا نشوفها لما تطلع، بس هنشوفها ونكملها سوا. حمرت فوق وتحت، هنحطها الرف الوسطاني يبقى كويس. ما حمرتش من فوق هنفتح عليها شوية وهي تحت خالص، بس 3 دقايق بس تستوي في الاول. يلا هنشوفها لما تطلع. نعمل الشربات بتاعها، كوباية سكر وكوباية ونص مية، عشان ما تزودش السكر، حسب ما تحب المقدار. انا هحط كوباية سكر وكوباية ونص مية او كوبايتين مية، وباكو فانيليا وعصرة ليمون، وهنسيبه ربع ساعة على النار ونطفي.
يلا بعد الغليان نديله 10 دقايق او ربع ساعة ونطفي، وهنحط الصينية في الفرن دلوقتي ونشوفها لما تستوي. يا حبايبي طلعت زي الفل، جميلة جدا. ربع ساعة وتنتبهي، اقل من ربع ساعة. حمرت بصوا من تحت، فحطيناها في الرف الوسطاني فوق شوية تاني. وشها كمان حمر، لو وشها ما حمرش معاكي نزليها تحت خالص وولع الشواية يدوب اقل من دقيقة وانتي واقفة. اهي جميلة جدا. هنكب عليها الشربات وهي سخنة. شايفين طرية وجميلة جدا، شايفين سواها وطرية وجميلة من قبل ما نسقيها الشربات. شايفين صباعي طرية جميلة جدا، سواها حلو خالص اهو يا حبايبي. وهنحط عليها الشربات اهو جميل جدا. بس الشربات المرة دي بيطلع بخار سخن شوية، بس بردته يعني مش سخنة قوي، بس حلو. يلا هنحط عليها جوز هند. شوف الحلاوة والجمال، جميلة جدا. ما كملناش 5 دقايق في اعملها، وفي سواها 10 دقايق ربع ساعة. والشربات كان على العين التانية فوق. ويلا قمر، جميلة جدا اهي يا حبايبي. شايفين جميلة جدا. حطي اي مكسرات عندك، فول سوداني، زبيب، جوز هند. انا حطيت فول سوداني اهو وزبيب وجوز هند وكله. جميلة جدا، رهيبة بجد، رهيبة وطرية وجميلة. شايفين اهي جميلة جميلة، شايفين. وهنقطعها ونشوف اهي حبايبي، رهيبة. شايفين جميلة طرية وجميلة جدا اهي. اعمليها زي ما قلت لك كده، هتلاقيها طرية ومرملة وجميلة نفس الطريقة اهي. خطيرة بجد، خطيرة ولا احلى. ما كملناش حاجة، دقايق احلى من اي بسبوسة تشتريها من بره اهي. الصينية كلها، بس خلينا ربع هنا سادة اللي عايزين سادة اهي. شايفين جميلة ازاي اهي، جميلة خطيرة بجد. يلا بالهنا والشفا. اكلات ميرا، متنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب. لو مش مشتركة في القناة اشتركي عشان يوصلك كل وصفاتي. كل سنة وانتم طيبين. واحلى بسبوسة بجد في دقايق، مرملة وجميلة وطرية ورهيبة بالسمن البلدي. يلا كل سنة وانتم طيبين، واعملوها، قوموا اعملوها بسرعة مش هتاخد دقايق في ايدكم. يلا سلام. اكلات ميرا على الفيسبوك، واشتركوا معايا واعملوا لايك للصفحة ومتابعة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واعملوا اشتراك في قناتي اليوتيوب اكلات ميرا، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.